ضربة حرة مباشرة من ناحية الشمال، راح لها رضا عبد العال وهيلفها بيمينه. وقدامه العجوز ورضا وعالية وبدماغه جوه الجول، جوه الجول، جول محمد يوسف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لاعب، جول حلو قوي 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 قوي. رفعة متقنة من رضا عبد العال، ومحمد يوسف مش قادر من الفرحة طبعا، لأن محمد يوسف من زمان ما أحرزش هدف، ويحرز هدف في لقاء مصيري جدا، ويبقى الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 9 من الشوط الأول، يحرزه بضربة رأس جميلة قوي 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 محمد يوسف. برافو يا محمد. وسنتر على طول النادي الإسماعيلي، والماتش كده هيحلو قوي. وكرة تانية من الشمال لفيليكس، وفيليكس وادي اعادة الجول مرة تانية. محمد يوسف حلوة حلوة حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد. فوزي جمال وضغط عليه هادي، يرجعها الفاروطة، اشوى الفاروطة يلعب على طول عالي. ما بقاش فيه على فكرة خوف دلوقتي ان اللعيبة ترجع للجول، لان الجوان دلوقتي فهموا قوي بقوا يلعبوا. وفيليكس مش اوفسايد، وشوطة خطرة. يا خبر ابيض، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ياه ايه ده، فاروطة نزل بدري قوي قوي على الارض، غلطة كبيرة قوي من فاروطة. لو كانت دخلت جول وعملت بند خفيف، ومش محتاجة القصة دي كلها، وتضرب في العارضة. يا خبر يا خبر، مش ممكن. طويلة، حسام بيلم، ويا ولد بكعب رجله حلوة لهشام حنفي، يرجعها لابراهيم حسن، لهشام حنفي تاني في اليمين، وهيرفع وعرضية وعالية في اتجاه فيليكس اللي ينط عالي فوق، ورضا عبد العال وعلى صدره وشوط شوطة حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، حلوة حلوة حلوة. رضا عبد العال يحط واحدة شمال، فيليكس طلع فوق قبل ايمن رجب، ياخد رضا على صدره ويلف لفة حلوة 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 حلوة. ويبص كده للكوره بيقول يعني ارجعي تاني. من سيكا توصل مره تانيه في الشمال اسامه عرابي، واسامه عرابي عاليه وعكسيه وحلوه ومشدود. احمد كمل مع فيليكس، وانا شايف تقريبا انذار. حضراتكم قد تتساءلوا ليه كارت اصفر حسام حسن؟ قام الحمد لله مفيش حاجه. وليه ما هوش احمر بالرغم انه كان لاعب للاعب؟ هقول لحضراتكم لان هنا ما كانتش فرصه مؤكده او تهديف مؤكد من حسام حسن، كان لسه في مسافه لغايه لما يوصل للجون، فما هياش انفراد كامل، فهنا يكفي فيها الانذار. ونزل حسام حسن سليم، مفيش اي حاجه الحمد لله. وهنشوف ابو الدهب بقى المدفعجي الناحيه الثانيه للنادي الاهلي قصاد حمزه الجمل. اهي شوفوا حضراتكم بعيده قوي، وكان لسه حمزه الجمل بيشاركوا فيها، فيعني نقدر نقول ان هي ما هياش انفراد، فيستحق هنا ايه؟ كارت اصفر. لما الاول الحكم شاف ان حسام هينفرد بيها حسام، كان لازم يطلع كارت احمر، لما فعلا قرار في المحل. طلع كان رايح عثمان، بس هي رايحه في السوكه. ابراهيم عاليه طويله، رضا عبد العال، رضا عبد العال وايهاب جلال. رضا، ورضا عايز يعمل واحده من عابرات القارات، يحطها فعلا لحسام حسن، لهشام حنفي. هو جول، هو جول. مالكش نصيب يا هشام يا حنفي. عمل له رضا عبد العال عابره القارات، ياخدها باقتدار جدا ما بين كتفه كده وصدره ويزقها قدامه، انما اللمسه الاخيره كانت محتاجه شويه خبره، اللي هو ازاي بقى يكش وش رجله عشان تصعد جوه الجول. ادي رضا عبد العال اهو، وادي واحده لجوه، وعابرة القارات من اليمين للشمال طويلة، وده جاي من ورا خالص اهو، وسندها ما بين صدره وكتفه وحطها قدامه. مش فاضل غير حتة الخبرة بقى، ان هو ايه يعني يكشش وش رجله شوية عشان تصل. معلش عرض لك يا هشام. اسامة، ابراهيم، هادي في اليمين مرة تانية، اسامة، فيليكس، وفيليكس يجي يحطها في اليمين، انما في لمسه يد. تتلعب الكره على طول لحسام حسن، وحسام حسن بشماله حلوه، وفاروطه يا وضربه جزاء، وضربه جزاء على النادي الاسماعيلي. عرقله حسام حسن، عرقله حسام حسن.
هنشوفها مع بعض مرة تانية. ادي الكورة الثابتة لعبت على طول لحسام في الشمال، وحسام على شماله ماشي، وترتد برضه من فاروطة بدون اي داعي، تروح مرة تانية للمتابع ويتكعبل في الكورة. وطبعا الحكم هو صاحب القرار، لا تعليق ليا مطلقا على الموضوع، وحضراتكم طبعا بتتفرجوا وبتشوفوا، والقرار قرار الحكم. ضربة جزاء للنادي الاهلي داخل حسام حسن، انما انا شايف ان عثمان فاروطة ارتدت الكرة من ايده بدون اي داعي الحقيقة. ضربة جزاء داخل لها حسام حسن، وداخل حسام، وحسام ووقف جوه الجول على شمال عثمان فاروطة. الجول الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة تقريبا 45 من الشوط الثاني. حسام حسن من ضربة جزاء. ادي ايه ضربة جزاء مرة تانية. حسام ثبت على الكورة وده مسموح، وقعد فاروطة على الارض وحطها على شماله، وتبقى 3-0 للنادي الاهلي. حسام حسن طبعا كفرود النادي الاهلي يهمه ان هو يشارك في الاهداف، فيعني ربنا كرمه وجاب الجون في نهاية الشوط الثاني. 3-0 للنادي الاهلي.